السلام عليكم ومرحبا بكم. الوصفة تاع اليوم هي دولمة قرعة وبطاطا باللحم المفروم من الوصفات التقليدية الجزائرية. شوفوا معنا كيفية التحضير. نمروا للطريقة. هنا عندي 300 غرام تاع فيون داشي، 300 غرام من اللحم المفروم، ضفت معاه مغرف كبيرة تاع زبدة حرة، حبة بصل مفرومة، بيان سور الحبة تكون صغيرة على حساب ما تحتاجوا. ضفت كذلك زوج مغارف كبار يكونوا ممسوحين من الرز من الافضل تستعملوا الصغير هذاك يكون قصير شويه. انا ما كانش عندي، كان عندي بسمتي درته هو، لكن من الافضل ديروا الصغير هذاك، يجي بنين يجي روعه. كما شفتوا غسلت الرز بيان سور، نقعته في الماء حوالي ربع ساعه، ابخي صفيته خليته ينشف شويه وضفته. درت تاني زوج مغارف كبار تاع المعدنوس. ضيفوا كذلك مغرف كبيره تاع خبز مرحي شابلور، يخلي اللحم تاعكم رطبه بيسك الرز راح ينشف شويه اللحم، والخبز المرحي يخليها رطبه. دونك ضروري تضيفوا مغرف كبيره تكون بومبي تاع خبز مرحي. وبالنسبه للتوابل حطيت شويه ملح شويه فلفل الكحل، ضروري يكون الملح متوازن باش تجي اللحم بنينه. ضفت على راس مغرف صغيره شويه كمون، وعلى راس مغرف صغيره شويه كرويه، ورشه بين يديكم او بين الاصابع عفوا قرفه، يعني رشه خفيفه فقط. ونعجن كلش، نعجن غير شويه فقط قيس ما تتجانس المكونات. ونبدا نعمر في الخضره. هنا عندي قرعه وبطاطا، حفرتها بالطريقه العاديه، يعني الطريقه التقليديه عاديه. بيان سور تحطوا الملح ابخي ما تحفروا القرعه تاعكم والبطاطا. بالنسبه للبطاطا انا واش درت، كنت نقيتها قطعتها على زوج وحطيتها غليتها نص غليه فقط، خليتها بردت شويه، ابخي حفرتها وعمرتها بهذا الشكل. راح تطيب لكم زبده وما تبات ما تيبش، جربوا هذه الطريقه. دونك نعمر بهذا الشكل. اذا لاحظتوا ما حطيتش البيض في اللحم المفروم، بهذه الطريقه راح تجيكم لداخل طيبه وخفيفه، يعني ما تجيكمش يابسه. جربوا هذه الطريقه وان شاء الله تعجبكم. دونك هنا نكمل نعمر القرعه والبطاطا. وبالنسبه للحفره انا ما نحبش نحفر بزاف باش ناكلوا الخضره واللحم المفروم اللي تبقى نديرها كريات بهذا الشكل، ما تضيعش يعني الحشو اللي يكون داخل تاع الخضره. نابيتود نحفروها والباقي نرموه. دونك انا نفضل بهذه الطريقه ما نحفرهاش بزاف والباقي نديرو كريات. بيان سور لكم الاختيار في الطريقه اللي تخدموا بها. هنايا بعد ما كملت كما شفتوا عمرت القرعه والبطاطا وشكلت الكريات، نحطها في المرق. بيان سور نخليها تريح حوالي نصف ساعه باش نحطها في المرق. وبالنسبه للتحضير تاعو سهل وسريع. هنا عندي حبه بصل متوسطه في الحجم اللي كنت فرمتها، يعني بصله مفرومه، درت لها ملح فلفل الكحل، مغرف صغيره تاع كري على جال اللون فقط لاني راح ندير مرق ابيض، لكن نفضل يكون اللون تاعو احمر خفيف ولا صفر الا درتو الكركم. هنا درت عود صغير جدا كما راكم تشوفوا تاع قرفه، لانه الكميه اللي عندي صغيره وما نحبش ريحه القرفه تكون قويه، غير باش تمد طعم بنين للخضره. اول حاجه نسبق فيها هي البطاطا، ديروها ساير داير، وفي الوسط حطوا القرعه تقعد شاده روحها وما تكسرش. ونمرق بالماء اللي كنت طيبت فيه الحمص، تكون طيبه تماما الحميصه. بيان سور طيبتها مع شويه ملح. نمرق بها كي تمرقوا مرقوا على اطراف الطنجره تاعكم ولا لاكوكوت. نضيف الكريات تاع اللحم المفروم ونغلق عليها. في هذه المرحله درت كريات اللحم المفروم قبل ما تبدا تغلي باش ما يتكسروش وما يتفتوش، راح يقعدوا على الشكل تاعهم. الا كان حطيتوهم في المرق يكون مازال ما بداش يغلي بهذا الشكل. دونك نغطي عليه خليه كيما يبدا يغلي بهذا الشكل. نغطي عليها ونحسب لها 25 دقيقه. بيان سور الا طيبته في لاكوكوت 15 دقيقه تكفي.
وهذا هو الشكل النهائي للطبق تاع اليوم، دولمة بالقرعة والبطاطا. يعني روعة، بإذن الله تجربوها، وصفة سهلة وبنينة بزاف بزاف. تجي البطاطا تدوب في الفم كما قلت لكم، غليوها نص غلية باش تحفروها وتعمروها وما تبات تبقى طريه. وبهذا نكون كملت معكم كيفية تاع اليوم. الى عجبتكم وباش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ديروا جيم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. سلام.